السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل قرآن مقدس کے 29ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے اس کے دنیا و آخرت کی تنگی سے اسے محفوظ عطا فرماتا ہے۔ نیز اس سورہ مبارک کو پڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سورہ کو، سورہ مزمل کو تلاوت کرنے سے یا سننے سے، سماعت کرنے سے اس کی ہر مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے یا سماعت کر لیتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو وہ سوچتا ہے اسے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے سورہ مزمل کو پڑھنا یا سننا، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ حضرات اگر سماعت کریں تو یقیناً ان کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جادو ٹونا سحر سے محفوظ عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم سماعت کریں سورہ مزمل کو اور اپنے دل کو منور کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائف من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل قرآن مقدس کے 29ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے اس کے دنیا و آخرت کی تنگی سے اسے محفوظ عطا فرماتا ہے۔ نیز اس سورہ مبارک کو پڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سورہ مزمل کو تلاوت کرنے سے یا سننے سے، سماعت کرنے سے اس کی ہر مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے یا سماعت کر لیتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو وہ سوچتا ہے اسے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے سورہ مزمل کو پڑھنا یا سننا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ حضرات اگر سماعت کریں تو یقیناً ان کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جادو ٹونا سحر سے محفوظ عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم سماعت کریں سورہ مزمل کو اور اپنے دل کو منور کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائف من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل قرآن مقدس کے 29ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے اس کے دنیا و آخرت کی تنگی سے اسے محفوظ عطا فرماتا ہے۔ نیز اس سورہ مبارک کو پڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سورہ مزمل کو تلاوت کرنے سے یا سننے سے، سماعت کرنے سے اس کی ہر مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے یا سماعت کر لیتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو وہ سوچتا ہے اسے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے سورہ مزمل کو پڑھنا یا سننا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ حضرات اگر سماعت کریں
तो यकीनन उनको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आएगा और अल्लाह तबारक व तआला जादू टोना सिहर से महफूज अता फरमाएगा। तो हज़रात मोहतरम समाअत करें सूरह मुज़म्मिल को और अपने दिल को मुनव्वर करें। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वदरनी वल मुकद्दिबीन उलिन नअमति वमहिलहुम क़लीला इन्न लदैना अंकालन वजहीमा वतआमन दा गुस्सतिन वअदाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु वकानतिल जिबालु कतीबन महीला इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फिरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔनु अर्रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला इन्न हादिही तज़किरह फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसइल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़ुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलिम अन लन तुहसूहु फताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन अलिम अन सयकूनु मिनकुम मर्दा व आख़रून यज़रिबून फ़िल अर्दि यब्तग़ून मिन फ़ज़लिल्लाह व आख़रून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा ख़ैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह मुज़म्मिल कुरान मुक़द्दस के 29वें पारे में मौजूद है।
और ये सूरह मुबारक उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है उसके दुनिया व आखिरत की तंगी से उसे महफूज अता फरमाता है। नीज़ इस सूरह मुबारक को पढ़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। इस सूरह को, सूरह मुज़म्मिल को तिलावत करने से या सुनने से, समाअत करने से उसकी हर मुरादें पूरी होती हैं। जो शख्स रात में सोने से पहले सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है या समाअत कर लेता है, सुनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो वो सोचता है उसे पूरा फरमा दिया करता है। इसलिए सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना या सुनना जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है, वो हज़रात अगर समाअत करें तो यकीनन उनको फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आएगा और अल्लाह तबारक व तआला जादू टोना सिहर से महफूज अता फ़रमाएगा। तो हज़रात मोहतरम समाअत करें सूरह मुज़म्मिल को और अपने दिल को मुनव्वर करें। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्दीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वदरनी वल मुकद्दिबीन उलिन नअमति वमहिलहुम क़लीला इन्न लदैना अंकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कतीबन महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔनुर रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला इन्न हादिही तज़किरह फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसइल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़ुम मिनल लज़ीना मअक
والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل قرآن مقدس کے 29ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے اس کے دنیا و آخرت کی تنگی سے اسے محفوظ عطا فرماتا ہے۔ نیز اس سورہ مبارک کو پڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سورہ مزمل کو تلاوت کرنے سے یا سننے سے، سماعت کرنے سے اس کی ہر مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے یا سماعت کر لیتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو وہ سوچتا ہے اسے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے سورہ مزمل کو پڑھنا یا سننا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ حضرات اگر سماعت کریں تو یقیناً ان کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جادو ٹونا سحر سے محفوظ عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم سماعت کریں سورہ مزمل کو اور اپنے دل کو منور کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا
نكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائف من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم